أعرف إزاي إن ربنا راضي عني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هو ربنا راضي عني؟ يا ترى ربنا بيحبني؟ إزاي أعرف إن ربنا بيحبني وراضي عني؟ أولا إذا حتى أنت فكرت في السؤال ده وبتدور على إجابة ليه يبقى أكيد ربنا بيحبك. أصلا كونك بتدور على إجابة السؤال ده في فيديوهات زي دي إذا ربنا بيحبك. وأنا النهاردة جمعت لكم شوية نقط تخليك تعرف هل ربنا راضي عنك ولا لأ، وإذا ما كانش عندك النقط دي إزاي تبقى عندك. أول نقطة، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فلو أقامك في طاعة فهو راض عنك، ولو أقامك في معصية فنعوذ بالله من سخطه. ربنا يعيننا على أنفسنا وعلى الشيطان. تاني نقطة، توفيقك للطاعات، يعني يبقى عندك اجتهاد في الطاعات. إذا صليت تبقى عايز بعد الصلاة تقرأ قرآن، وإذا قرأت قرآن تبقى عايز تتصدق، وإذا تصدقت تبقى عايز تصوم. دايما عايز تقوي علاقتك بربنا وتبقى في الأحسن مع ربنا دايما. يعني اللي كان بيصلي الفرض بس بعد كده بيحاول يصلي السنة، واللي صلى السنة عايز يقرأ قرآن وعايز يصلي قيام الليل وعايز يصوم، عايز يتقرب إلى الله بالفروض وبالنوافل وبالسنن. تالت نقطة، الرضا وقت البلاء والقضاء. كان الحسن واقفا فسمع رجل يقول: اللهم ارض عني، فقال له: لو رضيت أنت عن الله فقد رضى الله عنك. فسأل: وكيف ذلك؟ قال: إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله وقد رضي الله عنك. يعني لما ينزل بك قضاء أو بلاء أو نقمة ترضى بيها زي ما بتفرح وترضى بالنعمة بالظبط. فإن الذهب والفضة يختبر بالنار، فليه تفتكر إن أنت مش هينزل عليك اختبار؟ والاختبارات دي مش معناها إن ربك ما بيحبكش، بالعكس ده الاختبارات دي بتطلع أحسن ما فيك. يعني لما كان يحصل لي بلاء كنت بقول الحمد لله، بقول الحمد لله وأنا راضية يعني. لكن بعد كده سمعت أحد الصالحين إن أنت لازم تتقبل النقمة تقبل النعمة، يعني تقبلها وأنت مبتسم. فبحاول قدر المستطاع إن كأني أرسم الابتسامة على وشي لما يجي القضاء وأنا بقول الحمد لله، مش بقولها وخلاص لكن بحاول إن أنا بقى حاساها من جوايا. رابع نقطة من علامات حب الله، أن تجعل نية حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني لو بتعمل أي حاجة في حياتك خلي نيتك لله، أي حاجة بتعملها أو بتعمليها قولي لوجهك الكريم يا رب. خامس نقطة، محبة الخلق للعبد. ربنا لما بيحب عبد بيحبب فيه خلقه. إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فأخبره: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. بس ربما نجد ناس فاسقين ولهم شعبية عالية وناس كتير بتحبهم وبتتبع طريقتهم، هل معنى ده إن ربنا بيحبهم؟ أكيد أنت عارف جوه نفسك إن الله لا يحب كافرا ولا زنديقا ولا ملحدا ولا منافقا. سادس نقطة، إدمان الذكر. والذكر هو أخف أنواع العبادات، ولا بتحتاج نية ولا بتحتاج طهارة ولا بتحتاج ماديات ولا بتحتاج أي حاجة، وفي أي مقام بتكون فيه ممكن تذكر فيه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر أخف أنواع العبادات وأقربها إلى الله، والذكر أنواعه كتير: استغفار، صلاة على النبي، حوقلة، حسبنة. كمان إذا أنت بتذكر ربنا في سرك بيذكرك في سره، وإذا ذكرته على ملأ أو في العلن بيذكرك في ملأ أحسن منه. مين فينا ما يتمناش إن ربنا يذكره؟ نقطة، تجنب الفتن والشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب. كلنا بنعمل ذنوب ومعاصي وكلنا عرضة للفتن، بس يا بختهم طبعا اللي ربنا جنبهم الفتن. تامن نقطة، توفيقك للرفق واللين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. إن ربنا ينزل الرحمة والرفق في قلبك تجاه أي حد وأي شيء، إننا نكون من أهل الرفق وأهل اللين، ربنا يجعلنا منهم يا رب. 9، التوفيق لحسن الخلق. في حديث أسامة كان بيقول: كنا جلوسا عند رسول الله وكأن على رؤوسنا الطير. كانوا مش بيتكلموا يعني قاعدين ساكتين، فجاءه بعض الناس وسألوه: من أحب الناس إلى الله؟ قال رسول الله: أحسنهم أخلاقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. انت نفسك بص في أخلاقك مع الناس، لو لقيت أخلاقك جيدة خليها جيدة جدا، ولو لقيتها جيدة جدا خليها ممتازة، لأن أصلا ديننا دين خلق. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فاللهم ارزقنا حسن الخلق.
رقم 10 والأخيرة حسن الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى الله عز وجل. يعني حتى توفيقك للأعمال الصالحة ده حب من ربنا، فما بالك إن ربنا يوفقك لعمل صالح تفضل عليه لوقت خاتمتك. إن الله إذا أحب عبدا لا يعذبه ولا يدخله نار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. ودي كانت النقاط اللي جمعتها لكم النهاردة، واللي من خلالها نقدر نعرف إن كان ربنا بيحبنا وراضي عننا ولا لأ. إذا كان عندك جزء من النقط دي زودها، وإذا مش عندك فابتدي النهاردة. علاقتك بربنا مش مكلفة أبدا، مش هتكلفك إلا جهد نفسك، إنك تقوم تتوضي وتصلي، تمسك مصحفك وتقرأ فيه، إنك طول الوقت تذكره. حاجة مش هتكلفك لا مال ولا جهد، وحاجة عمرك ما هتندم عليها. لو انت في غفلة شد على نفسك، ما نعرفش امتى الوقت اللي هنروح فيه لربنا، فعلى الأقل حاول تجهز نفسك. والحاجات اللي مستصعبها ابدأها واحدة واحدة. في النهاية أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتسيبوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.